هناك من يوجه إلينا إعلاما مهمته أن تنزع الرحمة من قلوبنا، وأن ننتقم ونثأر من بعضنا البعض، وأن نذبح بعضنا بعضا. ماذا يريدون؟ منذ ساعة فقط أيها الأحبة يأتيني هاتف ويقول لي أخ: أسمعت إلى قناة الجزيرة؟ قلت لا. قال: إن هناك رجل يدعي أنه من سوريا يقول أصدر مفتي الجمهورية في سوريا بإلغاء صلاة التراويح. كذب ما بعده كذب، لا خطر لي ولا حكيته، وكنت أخطط بالأمس كيف ستكون صلاة التراويح والكلمات التي ستلقى في صلاة التراويح. قناة يسمعها الملايين، ومجرم يدعي أنه من سوريا وينقل فتوى. ماذا يريد هذا الرجل؟ وبعد نصف ساعة يفتف لي هاتف آخر: الانترنت، إن هنالك بحث في الانترنت يقولون اجتمع مفتي الجمهورية مع علماء دمشق في يوم 17 في وزارة الأوقاف وتحاوروا في صلاة التراويح، فقال مفتي الجمهورية كذا، ورد عليه الشيخ فلان كذا، ورد. لم أحضر اجتماعا ولم ألتقي بأحد ولم يجري حوار ولم أسمع بذلك أبدا. من ينشر ذلك؟ من يفعل ذلك؟ إنهم من خارج وطننا، فإن كانوا من أبنائنا فأشهد الله أنهم قتله. يريدون أن يقتل المجتمع بعضه بعضا.